السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة يا بنات هنعمل فاش بطريقة إن شاء الله تعجبكم، وطريقة كده إن شاء الله ترضيكم، حاجة كده مضمونة إن شاء الله. شايفين الجمال؟ حاجة في منتهى الجمال، حاجة في منتهى الخفة كده، طعمها يجنن جدا جدا جدا، كأنه كده كيكة ناشفة، كيكة محمصة، حاجة كده يا بنات جميلة جدا جدا. تعالى اقولك على اسرار الفايش واسرار نجاحه واسرار ازاي تحافظي عليه لمدة طويلة عندك في البيت. حاجة كده جميلة جدا جدا. بس اعملي لي لايك كده وصلي على حضرة النبي ونسمي الله ونبدأ كده في الفايش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا بنات انا معايا هنا برطمان، وممكن تستخدمي اي حاجه بس ما تكونش بلاستيك. ينفع تستخدمي علبه سمنه ليها غطا يعني، ويكون ليها غطا محكم الغلق كده زي ما انتم شايفين. جبت البرطمان وغسلته كويس جدا جدا، وهبدا احط فيه سمسم. السمسم ممكن هنا ليه اي بديل، بقوليات، حمص، فول، عدس، اي حاجه يا بنات بقوليات تنفع بدال السمسم. انا هنا معايا المكون التاني، معايا لبن. اللبن هنا لازم تكون جايباه من مكان مضمون، ما يكونش محطوط عليه لبن، ما يكونش محطوط عليه ميه، او يكون لبن مخزون ومديهولك مثلا على انه طازه. يكون لبن طازه كده، وتغليه كويس على البوتاجاز. اول ما يغلي كده على طول تحطيه على السمسم كده زي ما انتم شايفين، وتغطي على طول البرطمان كده او العلبه بتاعتك قبل ما اللبن يبرد كده. ده سر نجاح الخميرة. هي دي الخميرة بتاعتنا الأساسية، هي دي اللي هنمشي عليها بخطوات الفايش اللي معانا خطوة بخطوة مع بعض. هنا يا بنات هجيب حلة فيها شوية ردة كده، ممكن اهو حلة كده فيها شوية ردة، واحط فيها البرطمان عشان بس الرطوبة اللي حوالين المكان. وممكن مكان الردة تحطي دقيق، وممكن تحطي فوطه قطن او قماشه قطن كده. انا جبت هنا الرده دي اقرب حاجه ليا، وهبدا احط فيها البرطمان، واجيب كمان قماشه تكون تقيله او فوطه تقيله كده، واغطي البرطمان كده جوه الحله. وكمان هغطي الحله وتحطيها في اي مكان دافي. ممكن تحطيها جوه البوتاجاز بس ما تشغليش عليها البوتاجاز طبعا، وممكن تحطيها على رف المطبخ او جوه دولاب المطبخ. المهم يكون مكان دافي علشان احنا في الشتاء. لكن لو في الصيف ممكن تحطيها على اي ترابيزه وتغطي غطا الحله كده وتسيبيها. في الشتاء يا بنات بتاخد تقريبا 22 ساعه، يعني يوم كامل. لكن في الصيف بتاخد ليله بس، ليله واحده بس. تعرفي ان الخميره معاكي نجحت ازاي؟ ان اللبن يفصل عن الشرش بتاعه كده زي ما انتم شايفين. اللبن يمسك في السمسم والشرش ينزل من تحت كده. هي دي نتيجة الخميرة تكون معاكي ناجحة جدا. جبت هنا حوالي كوبايتين مية عاديين خالص خالص من الحنفية، كوبايتين بس. وهبدأ احط عليهم الخميرة اللي معايا. البرطمان مش قادرة افتحه، ما شاء الله يعني الخميرة معايا اتفعلت جدا. شايفين كده؟ عبارة عن قطعة زبادي ماسكة في السمسم. شايفين كده يا بنات؟ هبدأ ادوبها كده في كوبايتين المية زي ما انتم شايفين كده. هنا دي تجربة، هجرب العجينة بتاعتي الخميرة بتاعتي ناجحة ولا لا. زي تنشيط للخميرة زي ما بنعمل في الخميرة البيرة، ده تنشيط للخميرة. جبت هنا كوبايتين مية وحطيت عليهم الخميرة اللي معايا، وهبدأ احط عليهم كام كوباية دي كده علشان انشط الخميرة اللي معايا وتبدأ تتفاعل معايا. المكونات اللي انا عملتها دي تنفع من كيلو دقيق لغاية 100 كيلو دقيق. شايفين ازاي؟ من كيلو دقيق واحد ينفع نشتغل عليه لغاية 100 كيلو دقيق. هفضل اعجنها كده زي ما انتم شايفين كده، يبقى قوامها زي الكيكة كده. بس هقولك ازاي تعرفي ان هي نجحت. تعالى اقولك ازاي، بس صلي على حضرة النبي في الاول. هنا تجيب شوية دقيق ترشيهم كده عليها كده. استنوا كده، نجيب شوية دقيق حلوين ترش عليها. بعد ما رشينا عليها الدقيق كده هنجيب نغطيها، ونجيب قماشة كده تكون تقيلة شوية او فوطة تقيلة شوية، وتغطيها بيها وتسيبيها على رخامة المطبخ كده حوالي نص ساعة علشان تتأكدي ان الخميرة بتاعتك نشطة وتقدري تشتغل عليها الفايش. طبعا احنا عارفين الفايش مكلف ازاي وخطواته لازم تكون مهمة. هنا يا بنات شايفين كده اهو كده الخميرة بتاعتك ما شاء الله نشطة، وتقدري تستخدميها وتقدري تعملي عليها فايش. وعلى طول يلا على العجن نسمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم. جبت الخميرة بتاعتي كده وحطيت تقريبا لترين مية، وهبدأ برضو ادوبهم في المية. شايفين الخميرة؟ حطيت عليها لترين مية وحطيتهم في العجانة. شايفين الخميرة اللي احنا عملناها دي او تنشيط الخميرة؟ الحبيبات ده سمسم يا بنات، السمسم بتاع
الخميره. انا بعجن هنا عكس الشمس بتاعت الشباك زي ما انتم شايفين كده. حطيت دقيق كده، كميه دقيق زي ما انتم شايفين، احنا بالمكيال اللي احنا بنكيل بيه الدقيق، بس تقريبا المكيال ده يا بنات 3 كيلو. في الاخر خالص كده هقولك كميه الفيش كلها اللي عملناها دي كام كيلو دقيق. هبدأ كده اعجن الخميرة كده كويس بدقيق اللي معايا. الخطوة دي مهمة جدا جدا واساسية للفاش، مهمة جدا. خطوات مهمة يا بنات لازم تتبعوها لنجاح الفاش. ما ينفعش خطوة تتكروت، ما ينفعش خطوة تتبدل. خطوات زي ما انتم شايفين، طالما ان الخميرة اللي في الاولانية نجحت، التانية ان شاء الله تنجح، وبعد كده الفاش بتاعك بألف هنا وشفا يبقى جميل جدا جدا. هنا يا بنات هرب العجينة كده، ايوه اسمها هرب العجينة او هلم العجينة كده زي ما انتم شايفين، بس بعدت شوية عن عكس الشمس كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وهبدأ ألم العجين، أحط حبة دقيق تاني لغاية لما تتقل شوية. شايفين كده، نحط حبة دقيق تاني لغاية لما تتقل شوية، بس تتأكدي إن ما فيهاش كتل دقيق خالص أهو. يعني الخطوة دي بتأكد لك إن ما فيهاش كتل دقيق خالص. أحط حبة دقيق، يلا بينا عد كده شوية دقيق تاني. يعني عملنا ايه هنا؟ عملنا الخميرة ام لبن وسمسم، وبعدين عدنا الخميرة او نشطناها، وبعد ما نشطناها وتأكدنا ان الخميرة نشطة حطيناها هنا معاها لترين مية وبدأنا نعجن كده عليها ما شاء الله. هنا دي نص المرحلة. بنعمل ليه الخطوات دي؟ عشان نتأكد ان الفاش بتاعنا ان شاء الله نتيجته هتطلع مضمونة. لو عملنا خطوة ومثلا وكروتنا خطوة في خطوة، لا ما ينفعش، ممكن لا قدر الله نخسر الدقيق ونخسر العجين بتاعنا، ويكون الخميرة بتاعتنا مش كويسة. طالما الخميرة مش كويسة يبقى اكيد الفاش هيطلع مش كويس. هنا يا بنات معلش كده بعد ما عجناهم بالقوام كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، القوام ده هو المطلوب هنا. بس هي دي الخطوة الأساسية اللي معايا، وبعد كده هو الفايش اللي جاي. شايفين كده اهو، شايفين القوام ده؟ بس كده هغطيه كده بصينيه، وصينيه بعد كده احط عليها حاجه تقيله يعني غطوه تقيله علشان تخمر معايا. مش هياخد معايا تقريبا نص ساعه، وممكن ياخد معاك اقل لو مكانك ادفى من كده. هنا ما شاء الله شايفين برضو عملت فقاعات كده وعليت ما شاء الله. هنا بقى معايا كميه الدقيق اللي انا هعجن بيها يا بنات، ومعايا معلقه كركم صغيره كده حللتها على الدقيق، ومعايا برضو معلقه ملح صغيره زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وهبدأ اقلب الكركم والملح على بعض زي ما انتم شايفين. كمية الدقيق كبيرة، يعني احنا ما شاء الله عملنا من اول بداية العجن الخميرة لغاية دلوقتي عملنا يجي 15 كيلو دقيق. الله اكبر. يعني لو حابين اعمل لكم كمية دقيق قليلة اكتبوا لي في التعليق وانا معاكم، وان شاء الله هعمل لكم برضو كمية قليلة. حطيت الدقيق على الخميرة اللي معايا هنا يا بنات 3 كيلو لبن، حطيت عليهم نص كيلو سكر، وحطيت فانيليا. اللبن والسكر والفانيليا اختياري، ممكن مكان اللبن تحطي ميه، ممكن ما حباش تحطي فانيليا ما تحطيش، ما حباش تحطي السكر برضو ما تحطيش، بس هو ده اساس الفايش. لبن فانيليا ميه، والفانيليا اختياري. احنا بنحب الفانيليا الفايش بتاعنا يبقى عامل زي الكيكه كده. ماما بتكب لي اللبن شويه بشويه كده، ربنا يديها الصحه يا رب. اهو وانا بعجن اهو ما شاء الله، شايفين كده. هنبدأ كده نعجن، يعني الكمية اللي احنا عاملينها دي قليلة جدا جدا بالنسبة للي بنعمله في الأفراح وفي الأعياد، قليلة جدا جدا، ولا ربع الربع حتى. شايفين كده حاجة بسيطة جدا جدا. يعني الكمية اللي انتوا شايفينها دي مش كتير ولا حاجة، ده بالنسبة للصعيد ذات نفسه كمية بسيطة جدا جدا. ماما بتقول نحط لبن تاني، قلت لها لا يا ماما خلاص مش عايزة لبن تاني. العجينة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين خلاص. هنا هنوصل لمرحلة السمنة. احنا يا بنات في العادة بنحط سمنة من العلبة على طول، بس انا عشان اعرفكم قد ايه الكمية اللي حطيناها هكيل كده بمكيال الكوباية عشان اقول لكم حطينا كام كوباية. شايفين كده. هبدأ احط السمنة كده، حطيت في الاول كوبايتين، وابدأ اخلي السمنة تتشرب في العجينة كويس، او العجينة تشرب السمنة كويس كده. واجيب العجين كله من تحت كده ومن قعر العجان وكله، واتأكد ان السمنة والعجين خلاص كده العجينة شربت السمنة. هفضل معلش هتاخد وقت طويل لعجين، بس يا بنات والله العظيم يعني هو ده يعني سر النجاح. العجين بتاعك يطلع هش وجميل كده. يعني انا ممكن كنت احط السمنه كله كده على بعضيه، بس احنا عشان نعرف هتاخد قد ايه سمنه. شايفين كده.
ما شاء الله. هي في خطوة السمنة دي اساسا العجينة بتبقى سهلة معاكي، بتبقى سهلة جدا كده وسلسة وبترفع معاكي بخفية كده. يعني جربوا ان شاء الله هتشوفوا. شايفين كده ما شاء الله العجين بدأ يتلم معايا، وايدي الحمد لله ما فيهاش عجين خالص كده. بس برضه هنحط سمنة تاني. انا هنا يا بنات حطيت كوبايتين في الاول، ودلوقتي هحط كوبايتين ونص. ادي اول واحدة اهي، يعني في الاول حطينا كوبايتين، وادي هنا كوبايتين ونص، يعني 4 كوبايات ونص بالظبط بالظبط بالمكيال. تقريبا 2 كيلو الا حاجة، كيلو ونص حاجة زي كده يعني. الكوباية اللي انا بعمل بيها دي كبيرة. شايفين كده ما شاء الله. الخطوة دي سهلة جدا 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 وسلسة كده. العجين فيه سمنة كده، شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على حضرة النبي. طبعا كل نفس او كل قلبة او كل حتى نفس طالع مني على العجين ذكر الله دايما على طول معانا. لو سكت انا بتكمل امي ما شاء الله، ربنا يديها الصحة. الله اكبر. يعني امي لو انا سكت من الذكر، امي دايما بتصلي على حضرة النبي عشان البركة تحضر في حاجتنا وفي مكاننا، وبألف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا رب. شايفين كده العجينة خلاص كده، عجينتك مش محتاجة اي حاجة تاني ما شاء الله. شايفة كده يعني بصي ماما بتقول بتشخول، الله اكبر. شايفين الجمال. بس كده لمناها كويس اهو، والعجينة بتاعتنا خلاص مش محتاجة عجن تاني، ولا محتاجة سمنة ولا لبن ولا اي حاجة تاني خالص. طالما ايدك طلعت نظيفة ما فيهاش اي عجين، يبقى خلاص كده ما شاء الله عجينتك مش محتاجة اي حاجة تاني. هنا بس ماما بتقول لي اعملها كعكة كده البركة عشان ربنا يبارك كده. دايما بقول لك البركة في النص يعني. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين كده. احنا طبعا بنعمل كعك برضو زي الفايش كده، بس بعجينة مشابهة لدي، بس تكون اتخن من كده. لكن العجين بتاع الفايش بيكون طري يا بنات وهش، عشان تبقى صوابع الفايش هشة وطرية. شايفين بحاول كده اعمل كعكة، مع ان العجينة دي ما يتعملش منها كعكة خالص. شايفين كده. بس حاولت عملت كحكه كده برضو حلوه شكلها حلو، وهسيب. شايفين العجين كده ما مكملش العجانه خالص كده، اقل من النص ما شاء الله كده بعد ساعه. الله اكبر. شايفين العجين مال العجان كده ازاي. الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله كده ما شاء الله. نبدا بقى. جبت الصواني بتاعتي او الصيجان بتاعتي ودهنتها سمنه، ونبدأ نشتغل. لازم الصواني او الصيجان اللي انت تشتغل عليها لازم تكون مدهونة سمنة. انا عندي طبق صغير ده حاطين فيه سمنة، وابدأ ادهن الصيجان بتاعتي. هنا طبعا بدأت اقطع كده ما شاء الله. احنا بنقطع قطع صغيرة او قرص صغيرة. الصاج هنا يا بنات مش نظيف ولا حاجة، لا ده متعتق من كتر الاستخدام. يعني ما شاء الله، يعني الصعايدة طبعا عارفين السيجان بتاعت الفايش ده من كتر الاستخدام بتسود كده وتعتق. يعني ده مش ده نضيف يعني وزي الفل، ودهنينه سمنه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كده. هبدأ معلش الكاميرا هنا ما جايباش القرصايه كده، او ما جايباش القرصه زي ما انتوا شايفين كده، بس ان شاء الله هحاول اعمل. هنا بدأنا نقطع كده ما شاء الله. يعني اللهم بارك، ايدي في ايد امي على طول، وايد امي في ايدي على طول، دايما مع بعض. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، ويبارك لي فيها يا رب. شايفين كده اهو. بنعملها اكبر من القيزرايه كده شويه، عشان نقطع الصابع كده او بالشرخه بتاعت الفايش كده تبقى جميله جدا. ما تبططهاش قوي عشان يبقى لها قلب كده، تبقى جميله. القرص كده ما شاء الله لما بتستوي بتبقى عامله زي الكيكه. الله اكبر كده يا بنات اهو. يعني خلاص تقريبا قربنا نخلص الكمية كلها. الله أكبر ما شاء الله. خلصنا الله أكبر الكمية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال. يعني دي كمية ولا حاجة بالنسبة للي بنعمله في الأفراح وفي الأعياد. يعني شايفين ما شاء الله الكمية حلوة ازاي، ولا أي حاجة. يعني أنا وبعجن ماما تقول قليلين قليلين، بس حبيت أعمل شوية حلوين كده عشان أوريكم، ولو عايزين أقل من كده هعمل لكم كمان. شايفين الجمال. بعد ما عالي شويه وارتاح كده من الدب فيه، وان عملت قرص، احطه بقى في الفرن على نار مش عاليه خالص كده ولا واطيه خالص، نار متوسطه او فوق المتوسطه بسنه بسيطه. الفرن عندي تشيل 4 صواني او 4 سجان من القرص كده، واحطهم كده واقفل عليهم الفرن. وبعد 5 دقايق كده ارجع ابص كل شويه اشوف حمر اداير
اقلب اللي من جوه اجيبه من بره علشان ما يتحرقش مني. حاجه مكلفه زي كده لازم نهتم بيها. شايفين الجمال كده بدأ يعلى ما شاء الله معايا في الفرن كأنك عامله كيك. الله، والريحه تجنن. شايفين كده يا بنات؟ خلاص طلع من الفرن. شايفين الجمال؟ سيبناه هدي طبعا وبرد طبعا شويه. شايفين الجمال؟ كيكه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله، بألف هنا وشفا. احنا هنا يا بنات بنحب نقطع صوابع الفاش بالقطر، او لو عندك سكينه حاميه تبقى ممتازه جدا. وفي ناس تقطع بالمخرطه، وفي ناس تقطع بسكينه مشرشره. اي حاجه، المهم اللي يطلع الصوابع بتاعت الفاش متساويه كده، مش مشرشره ولا حاجه. شايفين كده؟ كيكه سفنج خالص كده، ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي ياكل. هنا بعد ما قطعنا، يعني احنا نقطع شويه ونستف في الصواني، نقطع شويه ونستف في الصواني بتاعت الفاش. شايفين كده؟ ونحطه في الفرن. بيتستف في الصواني كده زي ما انتوا شايفين اهو، علشان تتحمر من فوق وتتحمر من تحت. هنا يا بنات لازم تكون النار هادية علشان الفايش يتحمص كله وما يبقاش فيه رطوبة. لو كروتيه كده وعليت النار، طبعا الفايش هيبوظ منك ويتحرق منك، والفايش مش هيبقى محمص من جوه. لازم النار تكون هادية. هنا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بعد ما خلصنا كل الكمية طبعا، يعني لو حطينا تاني هنحط قد دي، قد الكمية اللي انتوا شايفينها دي هنحط تاني. يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين الجمال؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ حاجة في منتهى الجمال. اللهم بارك اللهم بارك، بألف هنا وشفا. يلا بقى سمعونا الصلاة على حضرة النبي. شايفين الجمال يا بنات؟ هو ده الفايش اللي على اصوله. هو ده الفايش اللي من ايام ستي. هو ده الفايش اللي احنا اتعلمناه طول حياتنا. هو ده الفايش الصعيدي بكل تفاصيله. اعملي لي لايك بقى. وهنا اخر الكلام، صلى على حضرة النبي العدنان، واشتركي في القناة لو مش مشتركة وشفت الفيديو الجميل ده، وسيبي لي تعليق يفرحني، واعملي لي لايك. واخر الكلام، سلام.